منتخبنا المنتخب الوطني اول الصاعدين لدور ال 16. فرحه عارمه جدا، ويعني حدث يعني ما بيحصلش كتير لمنتخب مصر ان هو يدخل بطوله، وهو البطوله وهو مركز التركيز دوت ان هو يخطف اول 6 بونت من اول ماتشين، وبالتالي يروح دور ال 16 من اول ماتشين بدون عناء وبدون مشاكل وبدون ما نحسب حسبة بيرما، وبدون ما نوصل للماتش الاخير في المجموعه عشان نعرف اذا كنا احنا هنصعد ولا مش هنصعد. النهارده رجاله مصر رجاله بتقدم كل شيء في الكوره، رجاله بتقدم بطوله ملحميه كبيره جدا، سواء في الشوط الاول على مستوى الهجوم ومستوى الفرص الضايعه ومستوى التحدي الكبير اللي كان قدام جنوب افريقيا. النهارده فرقه مهمه، وفرقه ما هياش فرقه سهله اطلاقا، فرقه يعني زي ما بيقولوا برازيل افريقيا، جنوب افريقيا. والنهارده على مستوى حتى اما اطرد محمد هاني، وعلى مستوى الدفاع، فالناس او اللعيبه في الملعب قدموا دور بطولي عظيم جدا، وده بان من خلال ياسر ابراهيم، وبان من خلال حمدي، وبان من خلال كل خط الدفاع، وبان من خلال الشناوي النهارده. الشناوي النهارده لازم نشيد بيه، ولازم نرفعه على الراس، ولازم الشناوي النهارده نقول له هو عمل اللي عليه وزياده، ولازم الشناوي النهارده نفتخر بجولنا النهارده رغم الاخطاء اللي بيعملها، ولكن لما يكون في موقف مهم جدا للشناوي واقفه ان هو راجل ويشيل وقد المسؤوليه وقد ان هو يحمي عرين المنتخب المصري، يبقى اكيد لازم نرفعه على الراس، واكيد لازم نشيد بيه، واكيد لازم نقول اللي هو جون ما حصلش جون كويس جدا. ايوه، في الاخطاء هنفضل نقول على الشناوي عنده مشكله، واما يشيل المنتخب ويقدر النهارده يشيل اكتر من فرصه محققه، ويقدر النهارده يشيل اكتر من جول، ويقدر النهارده يشيل خطوره كبيره جدا من منتخب جنوب افريقيا، فبالتالي نقول الشناوي النهارده عمل مجهود كبير جدا، وخدم المنتخب الوطني النهارده خدمه كبيره جدا. فبالتالي الحمد لله مصر تصعد دور ال 16 بعد الفوز على جنوب افريقيا 1-0 برجل الجزاء محمد صلاح. النهارده اللعيبه كلها رجاله، لا استثني احد. انا مش هقدر اقول في حد كان وحش او حد كان حلو، كل اللعيبه كانت رجاله، كلهم كان على مستوى المسؤوليه، وعلى مستوى يعني فانيله منتخب مصر، وعلى مستوى ان هم بيلعبوا باسم مصر. ايوه كده رجاله، نرجع تاني ايام 2006 و2008 و2010، يرجع روح المنتخب دوت، روح المنتخب اللي بيقدم كل شيء لبلاده، وبيقدم كل شيء بدون انظار اي شيء عشان نرفع اسم مصر عالي. فبالتالي النهارده ككوره، النهارده المنتخب بيقدم ملحمه دفاعيه كبيره جدا. ابراهيم كان النهارده بيقدم ملحمه في الدفاع كبيره جدا، بخطين دفاع متتاليين ورا بعض، وكلهم قافلين يعني زوايا التمرير، وقافلين المساحات زي ما اتكلمنا امبارح وقلنا ان ده لازم يحصل. والنهارده الحمد لله النهارده حصل، وقدروا النهارده لعيبه مصر رغم